الأصوات ليست صامتة هنا. بل تدور العجلات ويشتعل لهيب التقدم. رأس المال يقظ والإنتاج متواصل لا ينقطع. الثورة الصناعية. موطن العمل والإنتاج والابتكار. المكان الذي يبني المستقبل. محور الاقتصاد والتنمية. هرات، قلب غرب أفغانستان، ليس مشهوراً فقط بقيمته التاريخية والثقافية، بل يحتل أيضاً مكانة مميزة في مجال التطور الصناعي. مع إنشاء المنتزه الصناعي، بدأ مدينة هرات يسير نحو التطور الاقتصادي. هنا فتحت آفاق جديدة من المصانع والشركات الإنتاجية والمؤسسات التجارية. هذا الفيلم الوثائقي سيعرض لكم القيمة الاقتصادية والصناعية للمنتزه الصناعي في هرات، وأنشطة المصانع، وتجارب المستثمرين، وتأثير الأمن والتسهيلات، وقيمة الإنتاج، والدور الأساسي لهذا المنتزه في اقتصاد أفغانستان بالتفصيل. المنتزه الصناعي في هرات الذي تأسس عام 1382 للهجرة الشمسية نتيجة جهود الحكومة، يعتبر خطوة أساسية في التطور الصناعي لمدينة هرات. في البداية كان هناك حوالي 260 مصنعاً، منها 160 فقط كانت عاملة. المنتزه الصناعي في هرات يطلق عليها أهل هرات اسم أفغانستان الصغرى، وذلك لأن أبناء الوطن من مختلف الولايات قد استثمروا فيها، فتكاد ترى لكل ولاية مساهمة وحضورا في هذا الصرح الصناعي. وتكمن أهميتها في قيمتها الاقتصادية الكبيرة، فهي تعد القطب الاقتصادي لهرات، وتضم عددا كبيرا من المصانع لا يكاد يضاهيه ما يوجد في أي ولاية أخرى. بسبب القيود الإنتاجية والمشاكل الأمنية والعوائق التجارية، بقيت أنشطة المنتزه محدودة إلى حد كبير. لكن بفضل جهود الإمارة الإسلامية واهتمامها الفائق، ارتفع عدد المصانع في هذا المنتزه الصناعي إلى 1300 مصنع تقريبا. وقد أسهم هذا التقدم في منح اقتصاد هرات دفعة جديدة وزيادة قيمة الإنتاج بشكل غير مسبوق. الحمد لله، المنتزه الصناعي في هرات هي منتزه يمكن القول عنها إنها القطب الصناعي لأفغانستان. لا توجد مثل هذا المنتزه الصناعي في أي مكان آخر من أفغانستان، ولا حتى في الدول المجاورة. أعتقد أن هناك أكثر من 1000 مصنع صغير وكبير في هذا المنتزه الصناعي. خلال فترة الجمهورية، كان عدد المصانع الفعالة لا يتجاوز 100 أو 200 فقط، وكانت نسبة نشاطها بين 40 أو 50 أو 60%. والحمد لله، الآن أكثر من 1000 مصنع تعمل بكامل طاقتها. والحمد لله، يمكن القول إن مئات الآلاف من شبابنا يعملون ويكسبون رزقهم في هذا المنتزه الصناعي. والحمد لله، الأسبوع الماضي قام الشيخ إسلامجار حفظه الله بالموافقة على توقيع عقد جديد لإنشاء منتزه صناعي جديد، سيخصص فيها حوالي 57 إلى 58 ألف جريب من الأراضي للمستثمرين الصناعيين إن شاء الله. وقد تم توقيع العقد، وإن شاء الله في أقرب وقت سيكون هناك ثورة جديدة في الصناعة بأفغانستان، وخاصة في ولاية هرات.
هيرات هي ولاية أفغانستان التي يسعى التجار للاستثمار فيها داخل المنتزه الصناعي نظراً لموقعها الاستراتيجي لرفع مستوى الإنتاج المحلي بشكل أكبر. أولاً، تعد هيرات القطب الصناعي لأفغانستان، فقد تم توفير جميع خدمات الكهرباء والتسهيلات اللازمة في هذه الولاية. كما تتميز هيرات بموقعها الاستراتيجي المتميز، إذ تحدها دولتان وتشترك معهما في الحدود، وتقع بالقرب من ميناء إسلام قلعة، وإذا حسبنا من ناحية البحر فهي قريبة أيضا من ميناء عباس في إيران وتركمانستان. وبفضل توفر خدمات الكهرباء في هيرات، وقع اختيارنا على هذه الولاية لإقامة المشاريع الصناعية. عندما لم يكن هناك أمن، واجه التجار العديد من الصعوبات، لكن الآن مع جهود الإمارة الإسلامية ووفرة الأمن في جميع أنحاء البلاد، واصل التجار أنشطتهم بشكل غير مسبوق. كان المستثمرون دائما يواجهون مشاكلا أمنية وإدارية في الماضي، ولكن منذ قدوم الإمارة الإسلامية شهدنا جميعا نموا غير مسبوق في الصناعة على مستوى هيرات. إن ارتفاع أسعار الأراضي وحجم الاستثمارات في هذا المنتزه الصناعي يدل بوضوح على أن الإمارة الإسلامية قد وفرت دعما كافيا للمستثمرين في قطاع الصناعة. المنتزه الصناعي في هيرات يشكل أساس اقتصاد هذه الولاية، ومع امتلاكه لمساحة واسعة ومنظمة، يجري العمل أيضا على تحسين الطرق، وقد أوجدت الإمارة الإسلامية كل الظروف اللازمة للمصانع غير العاملة لكي تستأنف أنشطتها بشكل كامل. تعد المنتزه الصناعي في هيرات من أهم المراكز الاقتصادية في أفغانستان، وربما الأفضل من نوعها على مستوى البلاد. في رأيي، السبب هو أن هذا المنتزه الصناعي في هيرات، مقارنة ببقية الولايات، نسأل الله أن تكون هناك مثل هذه المنتزهات الصناعية في جميع الولايات، ولكن المنتزه الصناعي في هيرات صممت وفق معايير عالية جدا، تفوق حتى ما شاهدته في الخارج، على الرغم من أنها ما زالت في طور التطوير. كما تلاحظون، تبنى الطرق في المنتزه الصناعي حاليا. ومع قدوم الإمارة الإسلامية، أصبحت الخطة الموضوعة سابقا لهذا المنتزه الصناعي أكثر وضوحا وفعالية. في الماضي، كانت شركتاي غير نشطتين بسبب المشاكل الاقتصادية والأمنية، لكن الحمد لله، فقد تم حل جميع هذه التحديات. فقد حضر وزير التجارة الموقر إلى هنا وسألنا عن سبب تعطيل هاتين الشركتين وعدم نشاطهما، ووعدنا بحل كل التحديات الموجودة بين أيدينا. وبفضل تعاونهم ودعمهم تم تجاوز جميع هذه العقبات، وقد قمنا بإعادة تشغيل الشركتين، ونأمل أن تستمر أعمالهما بنجاح إن شاء الله. لا يعد هذا المنتزه الصناعي أساسا للتطور الاقتصادي لولاية هيرات فحسب، بل لأفغانستان كلها، حيث يعمل فيه آلاف المواطنين في مصانع هذا المنتزه. لذلك تؤدي المنتزه الصناعي في هيرات دورا مهما جدا في اقتصاد أفغانستان. وكما نقول في مثل شائع: يد الإنسان زهرة. وهذا صحيح فعلا، فهذا المنتزه بنيت بسواعد البشر، والحمد لله تشهد اليوم نشاطا كبيرا، ويعمل فيها آلاف من أبناء وطننا. إذا افترضنا أن لكل شخص 4 أفراد في أسرته، فإن حوالي 20,000 شخص يعملون هنا. هذا أمر بالغ الأهمية، إذ من دون بيئة أمنية مستقرة لم يكن أي مستثمر يجرؤ على توظيف أمواله هنا. أما اليوم فقد أصبح المستثمرون يوسعون إنتاجهم بثقة واطمئنان، كما هيأت الجهود المتواصلة للإمارة الإسلامية بيئة شاملة وجاذبة للمستثمرين الجدد. فيما يتعلق بالضرائب والتسهيلات التي وفرتها الإمارة الإسلامية للمستثمرين الجدد في أفغانستان، فإن ذلك يدل بوضوح على تشجيع المستثمرين للقدوم إلى البلاد والاستثمار فيها. فقد أقرت إعفاءات ضريبية إلى جانب تسهيلات في إصدار التراخيص للمستثمرين الأجانب وللمستثمرين الأفغان العائدين إلى الوطن. كما أن عمليات الاستيراد والتصدير أصبحت ميسرة مع إعفاءات من الرسوم، مما يتيح لنا اليوم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأخرى بسهولة. ولا توجد أعباء ضريبية أو رسوم جمركية تعيق
تحقيق هذه العملية. وقد قامت العديد من الدول دعما لنمو الصناعة في أفغانستان بإزالة الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأفغانية. ومن المؤسف أن نقول إنه في أواخر فترة الجمهورية ترك كثير من الناس مصانعهم، وتوقف العمل بسبب انعدام الأمن، إذ كان كل من يذهب إلى مصنعه يواجه خطرا حقيقيا، ولذلك تعطلت مصانع كثيرة وتوقفت عن العمل. ويمكن القول إنه في الأيام الأخيرة لم يكن هناك سوى نحو 150 إلى 160 مصنعا يعمل في وضع ضعيف جدا مع إنتاج محدود. وكانت الأراضي قد وزعت، وبنيت الجدران وأقيمت العنابر الصناعية، لكن لم يكن فيها نشاط فعلي. هر یو ګام په صداقت په هر لوري پرمختګ هر یو ګام په صداقت زر کلندې شي الله نازولې امارت زر کلندې شي الله نازولې امارت ارادې د تجارت فابریکې دې د صنعت زر کلندې شي الله نازولې امارت زر کلندې شي الله نازولې امارت. وتتسم أنشطة المصانع هنا بالتنوع والاتساع، إذ توجد مصانع للمواد الغذائية والنسيج ومواد البناء والمنتجات المعدنية والأجهزة الكهربائية. ويلبي كل مصنع احتياجات السوق المحلي من خلال منتجاته الخاصة، كما تنتج بعضها منتجات للتصدير أيضا. سيؤدي هذا إلى دفع أفغانستان بسرعة نحو الاكتفاء الذاتي. إن شاء الله سنشهد في المستقبل تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي في مجالات متعددة على مستوى أفغانستان. وفي الوقت الحاضر يوجد عدد من كبار المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة للصناعة، مما سيسهم في توفير الطاقة اللازمة للقطاع الصناعي. وإلى جانب ذلك فإننا نحرز تقدما واضحا في مجال الصناعات الغذائية بمختلف أنواعها، كما أننا اقتربنا من الاكتفاء الذاتي في مجال صهر الألمنيوم، حيث تم هذا العام افتتاح عدة مصانع في هرات وفي ولايات أخرى من البلاد. وهذا كله يدل على أن الناس يرون الظروف مهيئة ومناسبة للاستثمار في أفغانستان، وأن ذلك سيؤدي حتما إلى نمو الاقتصاد الوطني في المستقبل. تنتج مصانعنا كل ما يمكن أن يخطر على البال، ابتداء من الأدوية، ومرورا بحديد تسليح والبسكويت والكعك، ومعالجة القطن، ومعالجة الزيوت، فجميع هذه المنتجات تصنع هنا. ويضم هذا المنتزه الصناعي مصانع استطاعت سد حاجة البلاد من حديد التسليح والعارضة الحديدية وسائر المتطلبات المعدنية. في هذا المصنع، وخلال كل فترة عمل مدتها 12 ساعة، ووفق الظروف الحالية، ننتج ما يقارب 180 إلى 200 طن. ويعمل في هذا المصنع نحو 100 عامل. وكذلك في مصنع حديد تسليح الآخر الذي شاهدتموه بأنفسكم، يعمل ما يقارب 80 إلى 100 عامل. كانت أفغانستان بلدا يضطر فيه المواطنون بسبب استيراد الأدوية غير الموثوقة والمقلدة إلى نقل مرضاهم إلى الدول المجاورة بمشقة بالغة. ولكن والحمد لله، توجد اليوم في هذا المنتزه الصناعي مصانع لإنتاج الأدوية تنتج أدوية وفقا للمعايير الدولية. الحمد لله، بفخر يمكن القول إن الأدوية التي تنتج مقارنة بجميع الأدوية المستوردة ليس فقط في الدول المجاورة، بل حتى في بعض الدول الأوروبية، وتتنافس بمستوى عال جدا. والحمد لله، تنتج هذه الأدوية بأعلى جودة وبأفضل معايير عالمية ودولية، حيث حصلنا على معيار GMP وكذلك على شهادات إيزو.
وهذا يعد فخرا كبيرا لشعب أفغانستان. فالحمد لله، المنتجات التي تنتج الآن داخل أفغانستان أفضل جودة بكثير مقارنة بالمنتجات المستوردة من الخارج. وفي الآونة الأخيرة، في سبيل تعزيز تطور هذه المصانع وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فرضت الإمارة الإسلامية حظرا على استيراد الأدوية من باكستان حتى تقف البلاد على قدميها بفضل إنتاجها المحلي وتتخلص من الحاجة إلى الآخرين. أوجه وزارة المالية الموقرة بعدم السماح باستيراد أي منتجات دوائية من باكستان بعد مرور 3 أشهر، وعدم منح أي جهة أو شخص الحق في استيرادها خلال هذه الفترة. ومن المشاهد التي كانت تطفئ شعلة الأمل في النفوس تصدير الخردة المعدنية إلى باكستان. أما اليوم فقد افتتحت في المنتزه الصناعي بهرات مصانع لصهر هذه الخردة، حيث تشترى وتصهر محلياً، مما أوقف تصديرها إلى الخارج. الحمد لله، كما شاهدتم لدينا خط إنتاج لحديد تسليح، وخط آخر لإنتاج عارضة حديدية، كما لدينا قسم آخر حيث نقوم الآن بصهر الخردة الحديدية القديمة التي كانت تصدر سابقا إلى باكستان خلال فترة الجمهورية. والحمد لله، بعد قدوم الإمارة الإسلامية تم منع تصدير هذه الخردة إلى باكستان، ونحن الآن نقوم هنا بصهر هذه الخردة وإنتاج سبائك الحديد منها، ومن ثم تصنيع عارضة الحديدية وحديد تسليح. وما ننتجه من العارضة الحديدية وحديد تسليح في هذا المنتزه فريد من نوعه، حيث تتفوق جودته على الإنتاج المماثل في إيران وباكستان وأوزبكستان وطاجيكستان. أفغانستان على أعتاب ثورة صناعية. تجري العديد من الأنشطة الإنتاجية في المنتزه الصناعي بهرات، ويلبي احتياجات البلاد الداخلية، وتصدر منه المنتجات أيضا إلى دول أخرى. تلبي منتجات ومخرجات الصب مثل القدور المصنوعة من الحديد الزهري ومستلزمات المواقد وأنواع الحاجات المختلفة للعملاء احتياجاتهم على صعيد أفغانستان، بل وحتى على مستوى المنطقة والعالم. وبشكل خاص أصبحت أفغانستان مكتفية ذاتيا في مجال المعادن والألمنيوم ومعدات الحديد المصبوب، ولم تعد تكتفي بتلبية احتياجاتها فحسب، بل تصدر منتجاتها إلى دول أخرى. شركتنا تعد نموذجا من الشركات المكتفية ذاتيا على مستوى أفغانستان، فجميع المنتجات التي ننتجها تصنع في أفغانستان، ويمكن القول إننا مكتفون ذاتيا تماما. الحمد لله، نحن حاليا مكتفون ذاتيا في مجال المعادن، وليس فقط مكتفين، بل أكثر من ذلك، حيث لدينا في أفغانستان حاليا 42 أو 43 مصنعا لصهر وإنتاج عارضة الحديدية وتسليح الحديد. إن شاء الله، إذا استمر العمل بهذا النسق، سنشهد بحلول نهاية العام افتتاح 5 أو 6 مصانع جديدة بنفس الطريقة، وكذلك في ولايات أخرى. ويعبر عمال مصانع المنتزه الصناعي في هرات عن سعادتهم لعملهم في وطنهم من أجل إعمار البلاد وكسبهم رزقا حلالا لأسرهم، كما يبدون شكرهم للتجار الذين استثمروا في بلدهم ووفروا فرص العمل لأبناء الوطن. نشعر بسعادة وارتياح كبيرين لعودتنا إلى وطننا والعمل فيه، وهذا مصدر فرح عظيم لنا.
نحن وزملاؤنا سعداء لأننا نعمل في وطننا، ففي البلدان الأخرى مهما عمل الإنسان يبقى عمله قليل الأثر وغير مجد. قل العمل أو كثر فهنا أفضل لنا وبالنا مطمئن، وننعم بالأمن ونعيش براحة أكبر. أفتخر بمثل هؤلاء الذين يخطون في ميدان التجارة ويسهمون في إنقاذ الناس من المعاناة والبؤس، ولهم مني شكر خاص، ولكل تجار البلاد الذين يبذلون الجهد من أجلنا. فنحن هنا نعمل قرابة عدة مئات من الأشخاص، وتلبى احتياجات حياتنا من هذا المكان. وأجدد شكري الخاص لكل من يملك مصنعا أو يمارس التجارة، وذلك نيابة عن أبناء مجتمعي ونيابة عن الناس الذين ذاقوا مرارة المعاناة. نحن سعداء جدا بوجود مثل هذه المصانع التي نعمل فيها نحن وأبناء وطننا وأصدقاؤنا وزملائنا. ثاني مشرق، فالأفغاني اسم مقرون بالاجتهاد والتضحية، ولذلك فإن الحرفيين والعمال والتجار من هذا الشعب لن يدخروا جهدا في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد. إن مستقبل أفغانستان في رأيي وتقديري واعد إن شاء الله، فالشعب الأفغاني معروف بكثرة الجهد والاجتهاد، ويكفي أن نرى في إيران وتركيا وحتى في أوروبا أن كثيرا من الحرف والأعمال والصناعات بأيدي الأفغان. وقد رأينا جميعا أنه عندما عاد المهاجرون من إيران اتصل بي بعض زملائي الإيرانيين قائلين إن أعمالهم تعطلت بعد مغادرة العمال الأفغان. ورغم أن لهذا الأمر بعض الجوانب السلبية، إلا أن جوانبه الإيجابية كثيرة، لأن أصحاب الحرف والمهارات موجودون الآن في أفغانستان، ويمكنهم أن يباشروا أعمالهم هنا ويدفعوا بعجلة العمل والإنتاج إلى الأمام. أولئك العمال والحرفيون الذين كانوا يكدحون في بلدان أخرى لقاء أجور زهيدة، يعبرون اليوم عن سعادتهم بعودتهم إلى وطنهم وخدمتهم لأبناء شعبهم. تعلمنا هذه المهنة في إيران ثم عدنا إلى أفغانستان، وعندما بدأت أعمال السجاد في شركات أفغانستان جئنا إلى هنا، ونحن نعمل الآن في هذا المصنع، وقد مضى على عملي فيه 9 سنوات. ونحن نلتزم بوعد قطعناه على أنفسنا تجاه أبناء شعبنا، وهو أن كل أفغاني يعود من الهجرة سنسعى إلى توظيفه وإتاحة فرصة العمل له. لقد بلغت منتجات المنتزه الصناعي في هرات مستوى الاكتفاء الذاتي، كما بدأت تتفتح آمال التجار لإنشاء منتزه صناعي جديد. ومع إنشائه ستنخفض نسبة الواردات إلى البلاد خلال بضع سنوات انخفاضا غير مسبوق، لتتحول البلاد إلى دولة مصدرة كبرى. بإمكاننا القول إن شاء الله إننا ننتج حاليا ما يقارب 100 نوع من السلع والمنتجات في هذه المنتزهات الصناعية، نغطي جميع القطاعات، والحمد لله فقد حققنا الاكتفاء الذاتي. بعد ذلك سنسعى إن شاء الله إلى تنفيذ مخطط المنتزه وتوزيع الأراضي على السكان. أما السلع والخدمات المتبقية التي تحتاجها أفغانستان ويتم استيرادها من الخارج، إن شاء الله سيتم توفيرها محليا. إذا استمر الوضع الراهن بدعم وتضامن التجار والحكومة الذين يتعاونون فيما بينهم ويربطهم علاقات وثيقة، وإذا واصلنا هذا النهج فسيكون من الجيد إذا دعمت السلطات التجار والمستثمرين أن نتمكن خلال السنوات ال5 القادمة من خفض وارداتنا إن لم يكن إلى الصفر.
فعلى الأقل إلى نسبة ضئيلة جدا، وإن شاء الله سنصبح دولة مصدرة على المستوى الإقليمي. وإلى جانب الاكتفاء الذاتي في مختلف المنتجات، تتواصل الجهود بوتيرة متسارعة في مجال صناعة الأدوية أيضا، وتلوح في الأفق آمال بأن يتحرر البلد نهائيا من هذا الاعتماد عبر الإنتاج المحلي. إننا نبذل قصارى جهدنا لضمان إن شاء الله أن تصل أفغانستان إلى يوم لا تستورد فيه أي دواء من خارجها. حتى لو استمر العمل بنفس الوتيرة والدافع وبنفس الإمكانيات التي وفرتها حكومة الإمارة الإسلامية، فإننا نعدكم إن شاء الله أنه خلال السنوات 10 إلى 15 القادمة سيصبح نحو 80% من إنتاج أفغانستان من الأدوية مكتفيا ذاتيا، ولن تكون هناك حاجة للأدوية الأجنبية. والحمد لله، فإلى جانب الأصناف الأساسية التي كانت تنتج سابقا، أصبح لدينا الآن أصناف أكثر تخصصا، بما في ذلك خطوط الحقن التي تعد من أهم الاحتياجات الأساسية لمجتمعنا. والحمد لله، وصلت أفغانستان اليوم إلى مرحلة إنتاج معظم أدويتها محليا. ففي هذه اللحظة التي نتكلم نحن وأنتم، ينتج ما يقارب 217 نوعا من الأدوية داخل أفغانستان، وقد تم تحديد هدف إن شاء الله أن يصل هذا الإنتاج إلى 1000 نوع دواء خلال السنوات الثلاث المقبلة. وهذا 1000 دواء تعد بشرى سرة لشعبنا وللأطباء ولشعب أفغانستان الكريم. إن شاء الله سنحقق الاكتفاء الذاتي في هذا الشأن قدر الإمكان إن شاء الله في السنوات القادمة. تعالج المشاكل في المنتزه الصناعي بهرات أولا بأول، فقد زالت مشكلة انقطاع الكهرباء، ويعبر التجار عن ارتياحهم لدوران عجلة الإنتاج في مصانعهم. قبل عام واحد وضعنا أساس المصنع، وبدأنا الاستثمار في هذه الأرض في المنتزه الصناعي بولاية هرات، وهو من الدرجة الأولى تتوفر فيه الكهرباء، ونستطيع أن نوزع إنتاجنا إلى جميع أنحاء أفغانستان. وبشكل عام، كانت جميع هذه المنتجات تستورد سابقا من الصين، أما الآن فالحمد لله كما رأيتم فقد توفرت لدينا آلات الضغط، المكابس، واستثمارات أكبر، وأصبحنا ننتج هياكل الدراجات النارية هنا محليا، ويتم تصنيع جزء هياكل الدراجات النارية كاملا في هذا المكان، ونقوم بإنتاجه بجودة عالية. خلال هذه السنوات الأربع، كان والي هرات ووزير الصناعة والتجارة متعاونين معنا إلى درجة كبيرة، فكلما طلبنا منهم إجراء بسيطا أنجزوه لنا بسرعة. وبناء على ذلك، حظينا بدعم قوي من قبل الإمارة، وكان لهذا الدعم أثر واضح في نمو أعمالنا، ولا يزال هذا الدعم قائما. وأؤكد لكم أنه إذا قمتم بزيارة أخرى بعد شهرين مثلا، فسترون في الأراضي الجديدة التي يجري توزيعها زيادة لا تقل عن 100 إلى 150 مصنعا إضافيا. شهد هذا المنتزه الصناعي خلال السنوات الأربع الأخيرة تطورا غير مسبوق، فالمصانع الكبيرة التي لم تكن تملك في السابق مساحات كافية للإنتاج، أصبحت اليوم متعددة الخطوط الإنتاجية. إن كثيرا من المصانع التي كان عددها يقارب 150 مصنعا، وكانت تمتلك 5 خطوط إنتاج فقط، أصبحت اليوم تمتلك نحو 20 خط إنتاج، ولم تعد تكتفي بخط أو خطين أو 3 أو 4. كما ارتفعت قيمة الأراضي والقطع الصناعية في منتزه هرات الصناعي، التي كانت تقدر سابقا بآلاف الدولارات، لتصل اليوم إلى مئات الآلاف من الدولارات، وازدادت أهميتها بصورة ملحوظة. ومن الأمور المهمة التي برزت في المنتزه الصناعي أن قطعة أرض مساحتها جريبان ونصف كانت في الأشهر الأخيرة تباع ب50 إلى 65 ألف دولار، أما اليوم فهناك قطع أراض تباع ب500 ألف إلى 800 ألف دولار. وهذا يعد مؤشرا مهما على حجم النمو الحاصل. ومن الجوانب الأخرى التي نلمسها أن الأفغان جميعا باتوا منتبهين إلى قيمة العملة الوطنية، فعندما جاءت الإمارة توقع البعض أن تفقد العملة الأفغانية قيمتها. كان الدولار يتداول بنحو 128 أفغانيا، حتى كان الناس يقولون إن سعر الدولار ستصل إلى 250 أفغانيا، لكن الأمور جرى ضبطها بشكل لافت،
وأصبح الدولار اليوم يتداول بنحو 68 أفغانيا، بل ويتجه نحو مزيد من الانخفاض. وقد كان ذلك من العوامل التي شجعت الناس على الاستثمار، ففي السابق كان كثير من الناس يحتفظون بالدولار أو التمان أو الكلدار في بيوتهم، أما الآن فأصبحوا يحتفظون بالأفغاني، إذ لم يعد أحد يفضل الاحتفاظ بالعملات الأجنبية، نظرا لازدياد قيمة العملة الوطنية يوما بعد يوم. في السابق كانت عمليات استخراج المعادن تمنح بعقود لشركات أجنبية، أما اليوم فقد وصلنا إلى مرحلة تصدى فيها التجار الوطنيون لهذه المهمة، وأصبح استخراج مناجم الحديد يجري بدعم وجهود من الإمارة الإسلامية. ولحسن الحظ قبل شهر واحد قامت قيادات الإمارة الإسلامية بتخصيص أحد المناجم لنا ومنحنا عقده رسميا، وقد تعهدنا لهم بأن نتكفل بالعمل من 0 إلى 100، ونحن الآن ماضون في هذا المشروع، حيث يعمل فريقنا الهندسي في الموقع، ونأمل خلال سنة أو سنتين أن نبدأ باستخراج الحديد من هذا المنجم. إن توفر الأمن والقوى العاملة والخدمات اللازمة للاستثمار في المنتزه الصناعي بهيرات يلعب دورا كبيرا ومهما في توسيع دائرة الإنتاج. ومنذ تولي الإمارة الإسلامية الحكم خلال هذه السنوات الأربع، ترسخ مستوى من الأمن للتجار والصناعيين قل نظيره في بلدان أخرى، ولذلك يعبر المستثمرون عن ارتياحهم لهذه الأجواء الآمنة. في الحكومة السابقة لم نكن نتمتع بالأمن، وكان الصناعيون يفتقرون إلى الأمان، وهذا أمر معلوم للجميع. والحمد لله منذ مجيء الإمارة الإسلامية أصبحت الأوضاع جيدة جدا للتجار والصناعيين، فهذا الأمن الذي نعيشه اليوم يمكن القول إنه أمن نادر النظير في العالم، ولا سيما بالنسبة لنا نحن أهل الصناعة، حيث تلقينا دعما متواصلا من الجهات الرسمية وما زلنا نلقاه. وخلال 18 شهرا منذ توقيع العقد، لا يمر أسبوع إلا ويزورنا بعض المسؤولين المحليين للاطلاع على سير العمل ويعرضون علينا تقديم أي خدمة نحتاجها. وإلى اليوم بفضل الله تعالى لم نواجه أي مشكلة تذكر، وحتى لو طرأت مشكلة بسيطة لا قدر الله، فإن اتصالا هاتفيا واحدا بالجهة المعنية يكفي ليصلوا إلينا ويعملوا على حلها. ونحن راضون عن حكومتنا، وبيئة الاستثمار مفتوحة أمامنا، ولا نواجه أي عوائق في أعمالنا. مع التغيرات التي جاءت بها الإمارة الإسلامية والدولة، تحسن الوضع الأمني في أفغانستان بشكل ملحوظ، وكان لهذا الأمن أثر مباشر في تشجيعنا على الاستثمار في قطاع صناعة الأدوية داخل أفغانستان. إن المنتزهات الصناعية كما نعلم جميعا تشهد بحمد الله تقدما ملحوظا عاما بعد عام. فعندما جئنا إلى هنا لأول مرة قبل نحو 18 عاما، كانت حركة التنقل صعبة بالنسبة لنا، أما اليوم فقد أصبحت الحركة في هذا المنتزه نشطة وكأنها مدينة قائمة بذاتها. كما أن عدد العمال ازداد عما كان عليه في السابق، وكلما ازداد العمل ازدادت فرص الانشغال والإنتاج. فالعمل والسعي نوع من العبادة، وهو سبب في تقدم حياة الإنسان. وإذا استمرت الشركات في التعاون فيما بينها على هذا النحو، فلن يضطر الناس إلى مغادرة البلاد بحثا عن لقمة العيش. وبهذا الجهد والسعي سيتقدم الوطن، ونحن نأمل أن نشهد مثل هذا الازدهار في جميع المجالات. كانت واردات المواد الغذائية سابقا تتم بالكامل تقريبا من الدول المجاورة، ولا سيما من إيران. منذ تولي الإمارة الإسلامية الحكم، تم رفع الرسوم الجمركية، وحاليا تنتج ما يقارب 90 إلى 95% من الإنتاج داخل أفغانستان، ولا تتجاوز نسبة الاستيراد من الخارج 5 إلى 10% فقط. وفي الوقت الراهن لن تعد المواد الغذائية تستورد من خارج أفغانستان كما في السابق، بل يتم إنتاجها محليا.
تسعى معظم المصانع حاليا بما في ذلك مصنعنا تسعى إلى المنافسة من حيث الجودة، فكل مصنع يعمل على تحسين جودة منتجاته حتى لا يضطر المستهلك إلى البحث عن مواد غذائية أجنبية سواء كانت إيرانية أو تركية. وبفعل نشاط الإمارة الإسلامية خلال 4 سنوات ارتفع عدد المصانع من 160 إلى 1300 مصنع، في مثال لافت على النمو الاقتصادي. ويعبر المستثمرون عن سعادتهم بتوفر التسهيلات الإنتاجية وتهيئ ظروف التجارة. أقدم لكم مثالا واضحا على سرعة التقدم في أفغانستان، ففي هذا المنتزه الصناعي كان يوجد نحو 300 مصنع عامل، وكان كل منها يملك آلة واحدة أو آلتين فقط. أما اليوم وبحسب إحصاءات إدارة الصناعة والمعادن التي ذكرها السيد أمين، فقد بلغ عدد المصانع العاملة نحو 1300 مصنع. إن وصول العدد إلى هذا الرقم خلال 4 سنوات فقط يدل على تقدم سريع للغاية، بل إن الوضع في المنتزه الصناعي بهرات بلغ حدا أنه لم تعد تتوافر أراضٍ لبناء العنابر، وقد تم افتتاح الطور الخامس لمعالجة هذا النقص، كما خصصت لنا مساحة إضافية تقدر بنحو 46,000 جريب لإقامة منتزه صناعي جديد. وهذا يعني أن منتزها صناعيا لم يمتلئ خلال 20 عاما، بينما خلال 4 سنوات فقط لم تعد تتوافر أراضٍ لإقامة عنبر جديد، وهذا دليل واضح على سرعة النمو والتطور. قبل 4 سنوات تقريبا كان هناك في المنتزه الصناعي في هرات نحو 200 إلى 220 مصنعا عاملا، أما اليوم وبكل فخر فقد وصل عدد المصانع العاملة إلى نحو 1200 مصنع. وليس فقط أن الطور الرابع من المنتزه الصناعي في هرات بدأ العمل فيه ويعمل حاليا، بل إن الطور الخامس أصبح عمليا فعالا أيضا. وقد تم إنشاء عدة منتزهات صناعية أخرى بسرعة كبيرة بفضل الجهود التي بذلتها الإمارة الإسلامية ووزارة الصناعة والتجارة وغرفة الصناعة والتجارة في أفغانستان وغرفة الصناعة في هرات، والحمد لله. وهذا خبر رائع، فقد أصبح اليوم آلاف الأشخاص في المنطقة الجنوبية الغربية يعيشون ويعملون في هذا المنتزه الصناعي، وهذا أمر يبشر بالخير ويعطي الأمل. ولا شك أن جهود كبار المسؤولين والوزراء وكل الذين شاركوا في الإمارة الإسلامية كان لها تأثير كبير ومباشر، واليوم نرى ثمار تلك الجهود بوضوح، والحمد لله. كما ترون فإن وجود نحو 1100 مصنع نشط صغير وكبير في المنتزه الصناعي لولاية هرات يعد إنجازا كبيرا. تتجلى الأهمية الاقتصادية للمنتزه الصناعي في هرات بصورة واضحة، فمنتجاته تلبي احتياجات الاستهلاك المحلي وتزيد الدخل الخارجي عبر التصدير وتوفر فرص العمل. ومن هنا يجدر بالمواطنين الاستفادة من المنتجات الوطنية ذات الجودة والموثوقية لتقليل الاعتماد على السلع الأجنبية. أرجو من الجميع استخدام المنتجات الوطنية لبلدهم، فكل المنتجات التي تنتج داخل أفغانستان الحمد لله تصنع بجودة عالية وبالمواصفات العالمية. اليوم أفغانستان ليست كما كانت قبل 20 أو 10 سنوات، وقد أدرك تجارنا والحمد لله أنه إذا تم إنتاج منتج فيجب أن يكون منتجا جيدا للغاية، وأن تتاح منتجات عالية الجودة للناس. ويمكن القول إننا في مجالات المشروبات والمواد الغذائية والأدوية والحمد لله نملك أفضل المنتجات داخل أفغانستان. وأود أن أطلب من الناس أن يستخدموا قدر الإمكان المنتجات الوطنية لبلدهم العزيز. الإنتاجات المحلية لها عدة جوانب إيجابية. أولاً، إن رأس مالنا لا يخرج من أفغانستان. ثانياً، إن أبناء وطننا يحصلون على فرص عمل هنا ولا يضطرون إلى الذهاب إلى الدول الأجنبية بحثاً عن العمل. ثالثاً، لن تكون هناك حاجة بعد الآن إلى القلق من إغلاق الحدود في يوم من الأيام فيصبح الناس هنا محتاجين، أو أن تقوم دولة ما بإيقاف صادراتها إلينا. لقد حلت هذه المشاكل والحمد لله. وكلما زادت الإنتاجات المحلية تمكن أبناء هذا الوطن من العمل هنا والحصول على معاشهم من هنا وتأمين نفقات أسرهم من داخل بلدهم.
لقد انقضى فصل المعاناة وانتهت الكثير من المشاكل السابقة، وحان الوقت لأن ينقذ شبابنا أنفسهم من الغربة والتشرد، ويعودوا إلى وطنهم ليعملوا جنبا إلى جنب من أجل إعماره. أيها الأولاد الأفغان، ندعوكم أن تعودوا إلى وطنكم. كانت الأمور صعبة في السابق، أما الآن فليست كذلك، فالأمن متوفر وكل شيء موجود، وهناك فرص للعمل هنا يا إخوتي. رسالتي إلى كل أفغاني يعيش خارج أفغانستان، سواء كانوا قد غادروا في السابق أو بعد التغيرات التي حدثت بعد زوال الحكم الجمهوري وقيام الإمارة. أنا شخصيا كنت من الذين غادروا عندما انتهى الحكم الجمهوري وكنت في الخارج، ولكن الحمد لله عدت مرة أخرى. إن بيئة الاستثمار اليوم الحمد لله مهيئة، والحكومة تدافع بقوة عن حقوق التجار والمستثمرين. أنا أدعو كل تاجر ومستثمر يعيش خارج أفغانستان أن يعود لنعمل جميعا يدا بيد لبناء وطننا. هذا الوطن بحاجة إلينا جميعا. إذا انتظرنا أن يبني الأجانب هذا الوطن فلن يحدث ذلك، فقد عشنا 40 عاما من الحرب والدمار، ومع ذلك للأسف لم يبنوا هذا الوطن لنا وتسببوا بالكثير من المعاناة لشعبنا. الآن هو وقت مناسب للاستثمار. يمكنكم أن تبدأوا بإنشاء مصنع صغير ليس بالضرورة كبير، يكفي أن يوظف 5 أو 10 أفغان لنمنع بذلك شبابنا من البطالة والهجرة عبر البحار. الكرامة والعمل والفائدة الحقيقية موجودة هنا في وطننا، ولا يمكن إيجادها في الخارج. فلنستثمر في أفغانستان، فهذا هو الوقت المناسب للعمل والبناء. فأي صديق أو مواطن سواء في الصناعة أو الكهرباء أو بناء الطرق أو في قطاع الإسكان يمكنه أن يستثمر هنا في أفغانستان، فهذا فرصة عظيمة. فالإمارة الإسلامية تدعم هذه المبادرات والشعب جاهز لاستقبال الاستثمارات، فلنستفد جميعا من هذه الفرص بأفضل شكل ممكن. نحن أيضا نسعى إلى أن يعود باقي الأفغان الذين يعيشون في الخارج ويستثمروا هنا، فهذا وطنهم. الأشخاص الذين لديهم رأس مال كبير يمكنهم الاستفادة من ذلك لامتلاك سيارات جميلة أو منازل فخمة، ولكن يجب عليهم أن يدركوا أن الأهم هو أن يأتوا إلى الوطن ليقدموا خدمة له. توفرت التسهيلات اللازمة للإنتاج، فوسع المستثمرون أنشطتهم وازدادت طاقاتهم الإنتاجية، وأصبحت منتجاتهم جاهزة للسوق المحلي وللتصدير أيضا. وبات بإمكان المستثمرين موائمة إنتاجهم مع احتياجات السوق الداخلية ووضع خطط للتصدير، وهو ما يعد تطورا حيويا لقطاع التجارة في أفغانستان. لا تقتصر قيمة منتجات المصانع على الجانب الاقتصادي فحسب، بل ترتبط كذلك بالبيئة العمرانية لمدينة هرات. فإنشاء المنتزه الصناعي وتصاميم المصانع وتغليف المنتجات وحتى عمليات الإنتاج تعكس نموا اقتصاديا جيدا وبيئة سليمة. وكل منتج يحمل في طياته بشارة الازدهار الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد. تسعى الإمارة الإسلامية إلى ترسيخ اقتصاد البلاد على أسس ذاتية وتمهيد طريق الاكتفاء الذاتي. ولا يقتصر نشاط المنتزه الصناعي على نفع المستثمرين فحسب، بل يعد أيضا مسارا مهما في دفع عجلة النمو والتقدم الاقتصادي في أفغانستان. يعد المنتزه الصناعي في هرات مصدرا حيويا وذا قيمة عالية لاقتصاد أفغانستان. فمع نشاط المصانع وثقة المستثمرين ووجود دعم الإمارة الإسلامية، يسهم هذا المنتزه في زيادة فرص العمل ويحدث تقدما غير مسبوق في النمو الاقتصادي للبلاد. يعد المنتزه الصناعي في هرات رمزا للتقدم الاقتصادي والصناعي، وله دور مهم في ميادين الإنتاج والعمل والتجارة في البلاد. ومع ما توفره الإمارة الإسلامية من أمن وتسهيلات، أصبح نشاط هذا المنتزه نافعا للمستثمرين. ويقدم نجاح هذا المنتزه صورة مشرقة لتطور مدينة هرات ولمستقبل الصناعة في أفغانستان.